أبو جعفر منصور أسلم. أول ما استلم خلافة الدولة العباسية، وجاه واحد من الصالحين فقال له أبو جعفر منصور أبيك تعظني موعظة. فقال له يا خليفة المسلمين أعظك بما سمعت أم بما رأيت؟ قال لا أعظني بما رأيت. قال رأيت الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز مات وخلف 11 ابن له، وترك لهم 11 درهم. اشترى قبره ب5 دراهم وكفن ب4 دراهم، وباقي درهمين وزع على أبناء 11. ورأيت الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك بعد ما توفى ترك وراه 11 ابنا، وكان كل ابن له 1000 درهم. ورأيت عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي وهو على فراش الموت يقال له يا خليفة المسلمين ماذا تركت لأبنائك؟ قال تركت لهم تقوى الله. لا إله إلا الله. فإن صلحوا فالله يعين الصالحين، وإن فسدوا ما بيترك لهم شيء يخرب عليهم دنياهم. ورأيت يا خليفة المسلمين أبو جعفر منصور أحد أبناء الخليفة عمر بن عبد العزيز الذي ورث لها أبوه درهمين وتشاركوا يا أخوانا 11 يجهز جيش الإسلام ب1000 فرس. ورأيت أحد أبناء الخليفة هشام بن عبد الملك الذي خلف لأبنائه كل واحد 11 منهم 1000 درهم، رأيته يتسول في الطرقات. يتسول في الطرقات. الله أكبر. يدلك أن تقوى الله هي أفضل رصيد للأبناء. نعم. الله يجعلنا من المتقين جميعا. آمين إن شاء الله، إحنا وياكم.